برغم كم الاخبار اللي بيطلع على الاهلي والشائعات اللي بتطلع على الاهلي، وبقى الاهلي ماده اعلاميه كبيره جدا جدا وماده دسمه، ويتعمل على اخبار الاهلي حلقات كبيره جدا، ولكن الموضوع الاهم بالنسبه لي موضوع مصطفى شوبير ومحمد الشناوي. الموضوع خد حيز كبير جدا جدا حتى على مستوى الاعلام. النهارده بنستضيف ناس وبنعمل حلقات وبنسالهم اسئله، وهل ينفع مصطفى شوبير بعد الغلطه يقف تاني؟ ومحمد الشناوي هل هو احق بالحراسه المرمى للنادي الاهلي؟ وكميه عبث ملهاش اي 30 لازمه. انت النهارده محمد الشناوي يا جماعه هيديك كام سنه تاني قدام؟ سنه اتنين، ده كبير وقوي. فانت النهارده بتعمل كادر كبير اسمه مصطفى شوبير، والراجل عمل ماتشات كبيره جدا مع الاهلي، مش عايزين ننسى له بطوله افريقيا اللي خدها من اولها لاخرها، وكان احسن حارس في افريقيا. فانت النهارده مش الراجل عشان غلط نعلق له المشنقه وخلاص ما يشوفش التشكيل تاني وما يلعبش تاني. ومحمد الشناوي عامل مشاكل مع مصطفى شوبير. يا جماعه مفيش الكلام ده كله، مفيش مشاكل ومفيش صراعات ومفيش الكلام اللي احنا بنسمعه ده كله. حاولوا ان انتوا تركزوا مع الاهلي ولاعبتوا على المكسب فقط لا غير. حاولوا ان احنا نركز على الماتشات ونشوف الاهلي ومستواه عامل ازاي. حاولوا يا جماعه تسيبوا المدير الفني يفكر زي ما هو عايز. حاولوا النهارده تسيبوا الراجل يشتغل في ظروف مناسبه وفي جو مناسب للعمل. حاولوا النهارده ما تصدروش للراجل كميه مشاكل كبيره جدا، كل يوم اخبار وتصريحات عن النادي الاهلي كبيره جدا جدا. ده اتخانق مع ده، وده مش عارف عمل ايه مع ده، وده عايز يمدد عقده، وده عايز فلوس زياده، وده عايز مش عارف ايه. وزي ما قلنا واتكلمنا قبل كده، دي ضريبه النجوم في النادي الاهلي.